مساء الخير تاني. معلش النت بس فيه مشكلة. كنا بنتكلم عن مجموعة مصر في نهائيات كأس العالم 2018 روسيا اللي جت معانا في القرعة. جت معانا في مجموعة مصر اللي هي المجموعة الأولى، روسيا صاحبة الأرض والسعودية والسعودية ومعانا الأوروجواي. الثلاث فرق دول فرق هم على قد ما هم مش فرق جامدة بالمعنى اللي هو المعنى الكبير، بس هي فرق كويسة. وانا في وجهة نظري ان مفيش فريق بيوصل كاس عالم وهيروح يهزر او هيروح عشان يدي 3 نقط لاي فريق تاني بسهولة او الكلام ده. احنا لو بصينا بالفعل يعني احنا هنقابل مثلا اقوى فريق موجود في المجموعة اللي هو فريق الاوروجواي. طبعا عارفين ان بيضم راس حربة فريق برشلونة اللي هو لويس سوريز، وكافاني من البي اس جي. طبعا يعني اتنين دول لوحديهم فريق. لو مش هنتكلم بقى ان احنا هنصعد نتعادل مع الاوروجواي او نتغلب من الاوروجواي ونتعادل مع روسيا وشوية نغلب السعودية وناخد ال3 نقط، يبقى معانا 4 نقط او 5 نقط نقدر نصعد. ودي كلها طموحات، بس انت كفريق رايح كاس العالم لازم يكون عندك شخصية. من خلال الشخصية دي لازم تنافس، تروح ما تبصش انت بقى هتلاعب مين او هتبص لمين. انت راجل رايح تلعب في كاس عالم بعد 28 سنة، فطبعا لازم يكون طموحك اكبر من ان انت تبص ان انت اقصى طموحك ان انت كنت تلعب فريق تاخد منه 3 نقط والكلام ده. طيب احنا اول ماتش لينا مع الاوروجواي. الماتش الاوروجواي هيبقى ماتش صعب بالنسبة لنا. طبعا احنا لو فضلنا بخطة المدير الفني لمنتخبنا كابتن كوبر، انا شايف ان هو بيلعب دفاع زيادة عن اللازم. ما عندوش طموح هجومي، بيعتمد زي ما كل الناس عارفة بيعتمد على الهجمة المرتدة من عند صلاح. وكلنا اطلقنا عن منتخبنا منتخب صلاح او باصل صلاح. وطبعا الكلام دوت يعني مش كويس لفريق بالنسبة بحجم مصر. بس احنا ان شاء الله نصعد ان نكون في كاس العالم، يعني اداء مشرف بمعنى الكلمة. ومش عايز برضو الناس تركز على موضوع ان السعودية فريق سهل وهناخد منه ال3 نقط. احنا ذكرياتنا مع السعودية وحشة خالص، مغلوبين منها ب5 في كاس القارات. وربنا يسهل يعني. ما نديش الفرق اكبر من حجمها ولا نديها اقل من حجمها. نحط كل فريق في مكانه الصحيح عشان نقدر ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصعد للدور بعد اللي بعد كده. طيب احنا لو بصينا للمجاميع التانية والناس التانية والفرق التانية نبص نلاقي نفسينا بمعنى الكلمة كده هربنا منيهم. هربنا من مين؟ من كل الفرق التانية. يعني انا لو بصيت هلاقي في المجموعة التانية اللي بعدينا على طول، يعني كان زقت كرة واحدة تعدي في البولة اللي كان بيسحب منها كنا رحنا المجموعة التانية. المجموعة التانية دي بقى فيها مين؟ فيها فرنسا، فيها البرتغال واسبانيا، يعني مجموعة موت. مين راح معاهم؟ راح معاهم المغرب. طبعا راح معاهم المغرب، وما ادراك ما المغرب. يعني المجموعة دي مجموعة موت بصراحة. طيب المجموعة الثالثة فيها مين؟ فيها فرنسا، وهربنا منيها برضه. تقدر انت تقول ان احنا في حوالي 12 13 فريق كده هربنا منيهم بمعنى الكلمة زي ما احنا بنقول. طيب عندك المجموعة الرابعة فيها مين؟ الارجنتين، ميسي وما ادراك ما ميسي. المجموعة الخامسة فيها مين؟ برازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا. كل دي منتخبات لعبت في كاس عالم وعارفه يعني ايه كاس عالم. بالاضافه ان انا بقول لك يعني الفرق كل طموحنا ان ما كناش نقابلهم. برازيل المجموعه الرابعه الارجنتين، قلنا المجموعه الثالثه فرنسا واستراليا. المجموعه الثانيه فيها البرتغال واسبانيا،
معاهم المغرب وايران. هنقول ايران فريق ضعيف، بس المغرب هيحاول ينافس، وان شاء الله فريق عربي ويقدر ايه يكون في المنافسه، بس اظن ان الموضوع بالنسبه لهم صعب. طيب المجموعه السادسه وعلى راسها مين؟ على راسها المانيا. طبعا الماكينات الالمانيه، المانيا في وجهه نظري انا عن نفسي برشح المانيا السنه دي ان شاء الله في 2018 انها تكون هي المنافس الاول على كاس العالم. المانيا دلوقتي عندها فريق كويس، عندها جيل جديد من اللعيبه الصغيرين واللي طالعين. عندها مدرب كويس، بتلعب، عندها لياقه بدنيه عاليه جدا لعبتهم. عندهم كمان بالاضافه للياقه البدنيه المهاره السرعه، كل ما يتطلبه فريق الكوره هتلاقيه فين؟ في المانيا. عندهم دكه يعني ما اقولكش اجمد من اللي بيلعبوا اساسي مليون مره. طيب لو رحنا للمجموعه السابعه اللي جت فيها تونس طبعا فيها على راسها بلجيكا. طبعا بلجيكا فريق كبير ومحترم وفي نهايتها مين بقى؟ انجلترا بقى طبعا يعني من الفرق اللي على طول دايما بتنافس فين؟ في كاس العالم. طب بص انت لو بصيت الفرق العربيه اللي جت في كاس العالم الاربعه، الفرقتين الاولانيين السعوديه ومصر، والحمد لله مجموعتهم كويسه جدا، اللي هم جم في المجموعه الاولانيه مع اوروجواي وروسيا. اما تونس فوقعت مع انجلترا وبلجيكا وبنما. هنقول بنما ده الفريق الضعيف اللي في المجموعه، مثلا لو هنتكلم باسلوب الناس اللي هم بيقول لك ايه فريق ضعيف وفريق ايه قوي. تونس وقع مع فريقين كبار بمعنى الكلمه، تصنيف يعني تصنيف اول بمعنى الكلمه، بلجيكا وانجلترا. وعندنا برضو المغرب جايه مع فرقتين مفيش رحمه، جايه مع البرتغال طبعا كريستيانو رونالدو وما ادراك من كريستيانو رونالدو، اسبانيا وما ادراك، ما تعدش بقى، اتفرج على الدوري الاسباني وشوف الناس الاسبان بيعملوا ايه. ده كان المحور الاول. ان شاء الله احنا محتاجين شويه حاجات بس نظبطها في فريقنا. اول حاجه انا شايف ان احنا لازم نلعب وديات قويه بمعنى الكلمه، يعني ما نروحش نجيب فرق ضعيفه ونلعب معاها ماتشات وديه. طيب ماتشات الوديه ما اكونش بلعب باستهتار او ما يهمنيش النتيجه، لا اكون داخل المباراه الوديه وشايف انا عايز منها ومحدد بالظبط انا عايز اعمل منها ايه. انا هلاعب مثلا عندي اوروجواي، لازم اجيب حد في مستواها. فين اوروجواي؟ اوروجواي تعتبر، انا بالنسبه لي اوروجواي هي تصنيف تاني، انا بالنسبه لي اوروجواي تصنيف اول. طيب انا لازم اجيب حد من التصنيف الاول العب، يعني حد موازيله. طب مين؟ طب عندي اللي فاضي دلوقتي، ممكن ما صعدش كاس عالم ايطاليا، ممكن اطلب العاب ايطاليا، ممكن اطلب فرق كتير. طب سمعنا ان انجلترا طالبه ان هي تعمل معانا وديه، ليه؟ لانها هتقول ان تونس من افريقيا فمستواها قريب من مصر، فمصر بتلعب في افريقيا واعلى منها في المستوى. طب في الترتيب امين اوافق على ايه؟ على وديه انجلترا، ماشي. دي بالنسبه للوديات. بالنسبه للسعوديه برضو لازم نجيب حد من اسيا نلعب معاه. عندنا منتخبين جامدين جدا بمعنى الكلمه في اسيا، ويا ريت يا ريت يا ريت الكابتن ايهاب لهيطه والناس المسؤولين عن المنتخب كابتن كوبر يجيبوا فريق من الاثنين اللي انا هقول عليهم في اسيا دول ايه نلعبهم. عندك سوريا فريقها كويس جدا وكلنا تابعناه في التصفيات، ليه ما نجيبش سوريا نلعبها ماتش ودي؟ وهم الناس يعني متاحين في اي وقت ان شاء الله يعني. وعندنا برضو منتخب العراق منتخب كويس جدا جدا برضو، كان يعني على هم المنتخبين دول كانوا يعني انا كنت عن نفسي اتمنى ان هم يكونوا موجودين معانا في كاس العالم، بس هو ربنا ايه اراد ان هم مش يكونوا موجودين. ده بالنسبه لمجموعه وقرعه كاس العالم. طبعا احنا الحمد لله تاني ان احنا بعدنا عن ناس كتير، اللي هي الناس اللي في صفوف المجموعات اللي هي البرتغال واسبانيا فرنسا الارجنتين والبرازيل المانيا بلجيكا وانجلترا.
احنا كده هربنا بمعنى الكلمه. هتقول لي لا ده هنفكر مش عارف ايه. لا احنا يعني ربنا يريد لنا زي مجموعه التصفيات ماشي، واحنا اللي صعدناه على نفسنا في الاخر، بس الحمد لله برضو صعدنا. المهم بقى نتكلم في ايه؟ في المنتخب بتاعنا. قلنا لازم يركز في الوديات، لازم يكون في الناس على الدكه تكون مساويه للناس اللي هتكون اساسي. تمام. يعني انا احاول برضو احط عيني في الدوري المصري شويه، في ناس كويسه جدا، بس هم مشكلتهم ان هم مش واخدين فرصه، بس ان شاء الله هيجوا. طيب هنتكلم عن الناس اللي هم التشكيله الاساسيه لكابتن كوبر. طبعا احنا عارفين كابتن كوبر دايما حاطط في دماغه عنده الثلاثه الحراس، عصام الحضري وكابتن عصام الحضري وكابتن شريف اكرامي، كابتن احمد الشناوي من نادي الزمالك. وقدامهم طبعا احنا شايفين دلوقتي ان الدوري بقى فيه اتنين من حراس المرمى، يعني محدش يختلف عليهم حاجة ولا في 1%. لو حد اختلف عليهم يبقى مش متابع الدوري المصري. طيب ماشي. عندنا محمد الشناوي في النادي الاهلي، حاجه بسم الله ما شاء الله، مستوى ماتش للتاني بيزيد، وان شاء الله نشوفه بكره في ماتش بكره. طيب وعندنا برضو محمد عواد في نادي الاسماعيلي. محمد عواد بسم الله ما شاء الله، الراجل ده بمعنى الكلمه شايل الاسماعيلي على كتافه، وفوز الاسماعيلي في كل ماتش لازما يكون الشناوي سبب فيه، او سبب اساسي بمعنى الكلمه في الاسماعيلي. انا شايف ان الاسماعيلي بيلعب بمحمد عواد وكالدرون، يعني هم دول فريق الاسماعيلي، وباقي الناس بتخدم عليهم كده ايه، جايين معاهم يعني. طيب نتكلم عن ايه بعد كده؟ هنتكلم عن ان شاء الله انتخابات النادي الاهلي. طب انتخابات النادي الاهلي حصل فيها كذا حاجه كده، يعني مش عارف تحسبها ان ناس لها مصالح شخصية، ناس بتدور على شهرة، ناس بتدور على مناصب، ما تعرفش. طبعا كلنا تابعنا وعرفنا كابتن الخطيب وقيمته كلها بالاجماع نجح. انا مش هقول انا راجل محايد ولا الكلام من دوت، انا من اول دقيقة وانا بأيد كابتن محمود الخطيب. طيب تمام ماشي جميل. انا عايز اتكلم عن تاني. انا اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده عن كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. انا والله العظيم بكرر للمرة المليون، الناس دي ناس كويسة وانا بحبها جدا، وانا بحب كابتن حسام حسن كلاعب كورة، وبحبه كمدرب، وشايف ان هو ان شاء الله يعني هيبقى احسن من كده بكتير كمدرب لو ركز في التدريب، لان هو مرحلته اللي هو موجود فيها مرحلة التدريب دلوقتي. طيب هما الاثنين حسام وابراهيم كنا اتكلمنا برضو قبل كده وقلنا ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم اتكلموا بعد ماتش المصري عن انتخابات النادي الاهلي، وقالوا ان سابوا هزيمتهم وايه سبب من هزيمتهم، وقال لك ان سبب فوز الاهلي ان شاء الله ان تكون نقطة في نجاح كابتن محمود طاهر او المهندس محمود طاهر. الكلام ده كان بناء على شوية حاجات كده اتكشفت لينا كلنا، ان كابتن حسام حسن وابراهيم حسن كان عندهم وعود من مجلس ادارة كابتن محمود طاهر انهم يمسكوا الادارة الفنية للنادي الاهلي. تقول لي ازاي كابتن حسام حسن وابراهيم حسن مشيوا بطريقة مش كويسة؟ اقول تاني، انطردوا من النادي الاهلي وجايين دلوقتي بيأيدوا كابتن او المهندس محمود طاهر لانهم خدوا وعود انهم يمسكوا تدريب النادي الاهلي. طبعا انا فاهم ان تدريب النادي الاهلي وانك تبقى موجود بس جوه النادي الاهلي ده شرف لاي حد، مش شرف لحسام وابراهيم حسن.
طبعا كابتن ابراهيم حسن كان موجود في الانتخابات، في انتخابات النادي الاهلي، فقناه من القنوات طالعه وجايه بتعمل معاه لقاء، فبيقول احنا عملنا لمصر وعملنا للنادي الاهلي، وعلى اساس ان هو كابتن حسام وكابتن ابراهيم عملوا لمصر. بص انا هقول لك حاجه يا كابتن ابراهيم، مفيش حد اسمه عمل لمصر، في حد ادى مصر حاجه من اللي مصر ادتها. طب ايه تاني؟ مفيش حد ادى النادي الاهلي. النادي الاهلي كل اللي لبس التيشيرت بتاعه، سواء لعيب، سواء مشجع، سواء عامل في النادي، سواء عضو جمعيه عموميه، سواء صحفي، سواء معلق، سواء اي حد انتمى للنادي الاهلي بس اسما، فليه شرف ان هو انتمى للنادي الاهلي. طبعا تقول لي هم كانوا بيشتموا على النادي الاهلي شويه، بيشتموا على نادي الزمالك، ما عندهمش انتماء. كان عندهم وعود من الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس الاداره السابق اللي كان في قائمه كابتن طاهر، انهم يمسكوا التدريب الاهلي ان شاء الله لما ينجح المهندس محمود طاهر. واداهم المهندس محمود طاهر بكلام صريح من ناس موثوق فيها، اداهم وعود ان هم فعلا هيمسكوا اداره النادي الاهلي. طب انتوا انا مش فاهم، يعني انت منين عايز تمسك مدرب النادي الاهلي، ومنين عايز بتحب النادي المصري ومش هتسيب النادي المصري، ومنين بتتدخل في انتخابات؟ انت ما تخليك في شغلك، خليك في شغلك، ركز في شغلك احسن لك. طيب تاني، كابتن حسام مش مركز في حياته غير في ان ايه، مركز في النادي الاهلي ومشاكل النادي الاهلي وعايز يعمل مشاكل الاهلي. ارجوك كابتن حسام خليك حالك، خليك في حالك بس، انا مش هقول اكتر من كده لكابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن. طيب ايه تاني حصل في الانتخابات؟ طبعا احنا عارفين ان الانتخابات في النادي الاهلي كان وضعها غير انتخابات نادي الزمالك. انتخابات في النادي الاهلي كان الوضع كان في يوم واحد، الانتخابات كانت يوم واحد اللي هو يوم الخميس. فتحت الانتخابات لجنة الانتخابات الصبح، النتيجة طلعت لنا بعد 15 ساعة. يعني انتخابات ونتيجة وكله كله في بعضه كده ما خدش 15 16 ساعة. يطلع بقى مين؟ عمنا وحبيبنا وابن صاحب النادي الاستاذ احمد مرتضى. احمد مرتضى طالع بيقول لك ايه؟ عذرا، ايه انتخابات الزمالك الاكثر عددا والاكثر تنظيما. اقول لك زي بتاع قناه اسمها ايه، يا ساجت. طيب بلاش يا ساجت. احمد مرتضى انت بتتكلم في ايه؟ اولا انت راجل ما نجحتش في انتخابات، خليك في حالك. انت عملت الانتخابات عندك على يومين، فضلت تشحت في الناس يومين كاملين عشان تجيب الناس تنتخب. كل اللي جبتهم 43,000 عضو على يومين، وشتيمة وقلة أدب وهجيبك قلعك مش عارف ايه، ورئيس نادي بيتكلم قلعك مش عارف ايه في وسط النادي ولا في وسط الوزارة، والكلام اللي كل الناس تبعته على موقع التواصل ده في ناحية. طيب كابتن، على فكرة يعني انا حاجة احترمتها جامد في الكابتن محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، اسف، كابتن محمود الخطيب. دي حاجة اكيدة وان شاء الله تحصل في الايام اللي جاية. وهفكركم ان كابتن محمود الخطيب قال ان هو ان شاء الله هيكرم مجلس ادارة النادي الاهلي السابق اللي هي قائمة المهندس محمود طاهر. اولا احنا ما عندناش في الاهلي حد بيشتم رموزه. النادي الاهلي كبير عشان هو النادي الاهلي، مش عشان كابتن فلان ولا كابتن علان جه الاهلي. الاهلي نادي كبير. طيب اللي انت مش عارفه ان الاهلي في 15 ساعة انتخب وطلع النتيجة ومش عارف ايه. انت عندك يا كابتن يا استاذ احمد مرتضى انتخبت
في يومين وطلعت النتيجة يوم السبت الساعة 8 9 الصبح براحتك، عملت كل اللي نفسك فيه في الانتخابات، شتمت وتهزقت ومش عارف ايه، وفي الاخر سقطت احمد مرتضى. جاي تقول لي تنظيم واكثر عددا؟ لا، في 15 ساعة 38 الف واحد راحوا انتخبوا. انت في يومين 43 ماشي، في يومين ويوم تاني نتيجة. الاهلي الساعة واحدة بالليل كانت النتيجة طالعة، انت تالت يوم النتيجة طلع. هنتكلم عن احمد مرتضى اللي هو انا مش عارف يعني هو شهرة وخلاص يعني. انتخابات الاهلي شغالة فاروح اقول تصريح هنا، ولا اعمل تويتة هنا، ولا اعمل بوست على موقع هنا عشان تتشهر، ولا الكلام من ده. وفي حد كان منزل بوست كده عجبني، بيقول ان بطولات الساقط في النادي الاهلي، مع انا اسف في اللفظ يعني، ان كابتن محمود طاهر قعد 4 سنين والراجل عمل انجازات انشائيه جوه النادي وعنده بطولات، جاب 7 في ال4 سنين او في الفتره بتاعته، جاب 17 بطوله، 7 بطولات. الناحية التانية اللي نجح لدورة تانية في موسمين غير 18 مدرب، وده تمامه يعني. طيب ان شاء الله هنتكلم بكرة عن ماتش الاهلي ان شاء الله. بعد الماتش طبعا احنا بنتمنى نشوف الدوري بتاعنا احسن من كده شوية. طبعا لسه الكابتن ميدو مصر على الهزائم والتعادلات. انا مقتنع بميدو كمدرب، بس مشكلة ميدو ان هو بيحط الفكر الغلط مع اللعيبة الغلط. اللعيبة مش عايزة تستجيب. فكر ميدو مش ماشي مع اللعيبة اللي موجودة في وادي دجلة. في المقابل نادي الاسماعيلي انا شايف ان نادي الاسماعيلي بيلعب بحاجتين. بيلعب زي ما قلت بمحمد عواد وكالديرون. كالديرون بيجيب اهداف ومحمد عواد بيشيل الاهداف. باقي الناس بلح، معلش في الكلمه يعني. باقي الناس بلح في نادي الاسماعيلي، ان كان ابراهيم حسن. ابراهيم حسن بقى نجم، والناس كلها في الاسماعيليه بتقول يا ابراهيم حسن يا نجم. ابراهيم حسن نجم راح، ابراهيم حسن نجم جه. وطبعا ما بقاش، انا شايف ان هو ما بقاش مركز في الكوره خالص. بيعمل كام كوره، بيجيب اجوان بتاع، بس مش ده ابراهيم حسن اللي كان السنه اللي فاتت شايل الفريق على كتافه. بيكسب، هو اللي بيكسب بس. ومفيش فريق عايز ينافس على بطوله، ده كلام للاسماعيلاوي والاسماعيلي. عايز ينافس على بطوله بيلعب باتنين لعيبه. تمام. فان شاء الله هنتكلم عن ماتش الاهلي بكره. بعد الماتش نشوف الماتش والدنيا هيكون ايه اللي حادث في الماتش. وان شاء الله يكون مستوى مصر باذن الله مع المجموعه اللي جت فيها في قرعه كاس العالم تكون كويسه. وكل سنه وانتم طيبين. وانا بشكر الناس اللي متابعاني. بشكر الاستاذ يسري فهمي كان معانا، والاستاذ شهاب البدادي، شهاب الدين، ومحمد اخويا حبيبي نجم غزة بورسعيد، واستاذ ميمي عوض، و وكان معانا احمد لطفي حبيبي، وكان معانا عبد الرحمن خالد، وكان معانا صديق ناصر، وحسين رمضان، وياسر السيد، وبسام محمد، ومحمد السيد، وكان معانا صفحة اسمها صحتك رسالتنا، وكان معانا
استاذ محمد السيد بيقول حظوظنا حلوة قوي، وبالذات لو عدينا الماتش الاول بنتيجة ايجابية ان شاء الله. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ كان معانا سعيد راموس برضو حبيبي، وكان معانا دكتور عمرو مجاهد، شرفنا. كان معانا برضو سمري السمري، ومعانا طه السيد. كان معانا احمد عبد الرؤوف منور الدنيا، وكان معانا محمد حسن برضو، محمد عادل، استاذ عبد الله منور الدنيا. عبد الله السيد حبيبي، عبد الله عامل ايه؟ وكان معانا احمد عبد الرازق. كل الناس اللي كانوا معايا انا بشكركم. وشرفنا كمان احمد محسن والاستاذ محمد السيد اليمني حبيبي منورني. ان شاء الله اكون معاكم في فيديوهات جديدة، وانا متشرف انكم بتشوفوني. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نتمنى كل خير للنادي الاهلي وقائمة الكابتن محمود طاهر. وانا سعيد جدا لفوزه بالفرق الكبير دوت. وانا بأمل في خير ان شاء الله للاهلي، ومن كل النواحي بقى الرياضية والشايف النادي. طبعا نفسنا نشوف استاد النادي اللي بنسمع عنه من 2010 لحد دلوقتي، بقالنا 7 سنين بنسمع عن استاد النادي. نفسنا نشوفه، نفسنا الاهلي يلعب في استاد الاهلي مش في حتة تانية. برضو بنشكر المهندس محمود طاهر في النهاية، ان هو راجل ادى النادي الاهلي، وهيتكتب كده في التاريخ ان في فترة من 2013 ل 2017 كان رئيس النادي الاهلي راجل محترم اسمه المهندس محمود الطاهر او مهندس محمود طاهر. وعمل وجاب بطولات وعمل انشاءات في النادي وجدد حاجات، وكان معاه 13,000 عضو من الجمعية العمومية انتخبوه. وده برضو اللي بيحمل كابتن محمود الخطيب مسؤولية كبيرة جدا، ان هو في 13,000 عضو لسه مستنيين حد، يعني مستنيين اقناع او يعني ثقة، يكسب ثقتهم من كابتن محمود الخطيب. وبكده ان شاء الله ال4 سنين الجايين لحد 2021 معانا المهندس محمود طاهر، اسف، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وان شاء الله نشوف فيه تجديد في النادي الاهلي، نشوف الاهلي بتاع 2008 و2010 و2000 والكلام ده اللي كان بطولات افريقيا وكل البطولات اللي الاهلي فيها موجود. وانا سامع خبر سعيد كده ان شاء الله ان حسين الشحات نجم المقصة واللي عمل مباراة جامدة جدا جدا قدام الزمالك موجود في يناير في الاهلي. يا رب يكون خبر صحيح، وان شاء الله كل سنة وانتم طيبين. انا والله مبسوط ان انا موجود معاكم في اللايف. كل الناس اللي بتدخل معانا جديد، دخل معانا جديد الاستاذ احمد سلامة حمدي، وكمان استاذ سيد صباحي حبيبي، سيد صباحي منور الدنيا، وكل اهل اسماعيليه منورين. كنا بنتكلم عن الاسماعيلي من شويه. وطبعا انا والله كواحد من الشرقيه بتمنى كل خير لاسماعيليه، لان الاسماعيليه في يوم من الايام كانت جزء من محافظه الشرقيه، بالاضافه ان في ترابط بين المحافظتين وقرب المسافة بينهم. ويعني انا بتمنى كل خير لنادي اسماعيلي، وان شاء الله احس ان في اعتماد اكتر على باقي اللاعبين، تدعيم. اتمنى ان خط هجوم نادي اسماعيلي
يتأمن اكتر من كده، يدخل فيه ناس جديدة، يدعموه بمهاجمين كويسين. واعتقد ان الموضوع ده متاح شوية يعني بعد استقرار نادي الاسماعيلي واستقرار الادارة رئاسة النادي يعني. وان شاء الله خير، ويا رب تكونوا عجبتكم الحلقة، وكل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على خير.